نقول لكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. غادي نوجد معكم كيك يومي، كيك بالشاي المطبوخ، كيكه اقتصاديه كما غيبان لكم في المكونات ديالها. فبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو لطريقه التحضير. فاول حاجه غادي ناخذوا اناء فاش غادي نخلطوا، غنوضعوا فيه كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده وثلاثه د البيضات، وغادي نبدا نخلط حتى تجانس لينا المكونات. من بعد ما تجانسوا لينا المكونات غادي نضيفوا ليهم زلافه كبيره ديال الشاي كما كتلاحظوا، او اتاي كل واحد وشنو تيقول لي. وغادي نوضع معهم ايضا كاس العنبه ديال الزيت، وغادي نبدا نخلط هاد المكونات السائله. هو الاول عاد غادي نضيف المكونات الجافه. من بعد ما خلطنا كاع المكونات في هذا الاثناء غادي نبداو نضيفوا الدقيق تدريجيا حتى كنتحصلوا على القوام ديال الكيك وكنحبسوا. وبالنسبه للدقيق دائما كيبقى على حسب الخليط وعلى حسب البيض اللي استعملته، وكاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين الدقيق اللي ما كيتشربش. فعينك ميزانك حتى نحصلوا على القوام ديال الكيك وكنحبسوا. غادي نضيفوا 2 معالق كبار ديال الكاكاو مع واحد فلون صغير ديال الشكلاط. وايضا غادي نضيفوا 3 الاكياس ديال الخميره الحمراء او خميره الحلوه. ودابا غادي نبداو نخلطوا حتى كنتحصلوا على القوام اللي بغينا. ديالنا في المول وغادي ندخلوه للفران ديجا مشعول. غادي نطفيو ليه من الفوق وغنخليوها من التحت حتى ينضج، عاد غادي نشعلوا ليه من الفوق باش يتحمر. من بعد ما دخلنا الكيك ديالنا الفرن باش طيب، في هذا الاثناء غادي نوجد معكم الكريمه اللي غادي ندير فوق الكيكه ملي غادي تخرج. ففي كاسرونه صغيره غادي نحتاجو كاس العنبه ديال الحليب، وغادي نحتاجو ايضا قطع ديال الشوكولا. يمكن لكم ديروا كتر او لا قل، كل واحد وعلى حسب ذوقه وعلى حسب اللي عنده. فانا اكتفيت فقط بقطع ديال الشكلاط العاديه، نتوما يمكن لكم تستعملوا النوعيه الجيده. وايضا غادي نوضعوا معلقه صغيره ديال الكاكاو ومعلقه كبيره ديال النشا او المايزينا. فغادي نخلط الكل بالطرب اليدوي وغادي نخليوه فوق النار حتى تذوب لينا داك الشكلاط وحتى يتجمع لينا الكريم. عاد غادي نحيدوه ونخليوه يبرد بما الكيكه ديالتنا طيب. هذه هي الكيكه ديالتنا من بعد ما خرجناها من الفران كتجينا على هذا الشكل هذا، منفوخه وهشيشه من الداخل. من بعد غادي نقطعها لكم باش تشوفوا الداخل ديالها. غادي نديروا عليها هذا الخليط هذا الكريم هذا الفوق. غادي نرشوا عليها شويه د الفيرميسيل. بالنسبه للفيرميسيل اختياري، يمكن لكم ما ديروا والو، ديروا غير هذا الكريم هذا. يمكن لكم ايضا تعوضوا بجوز الهند اي الكوك او لوز ايفيلي او كاوكاو مهرمش او اي حاجه متوفره عندكم.
وشك النهائي ديال الكيكه ديالتنا. كتجينا على هذا الشكل هذا. كنتمنى انها تنال استحسانكم واعجابكم. لا عجبتكم طبعا ما تبخلوش عليا على الضغط على زر لايك وتشتركوا في القناه ديالي الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذه القناه. وايضا ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم والتساؤلات ديالكم في صندوق الوصف في التعليقات عفوا لتحت. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالتنا. وهذا هو الداخل ديالها. كتجينا منفوخه وهشه كما كتلاحظوا. كنتمنى انها تنال استحسانكم. فالى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وحتى الوصفه الجايه ان شاء الله.